الأستاذ العمراني بغيت نتعرف على التعريف بالملتقى الثاني ديال اليوم هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياتي هذا الملتقى الثاني للمجالس العلميه بلجيكا جهه الدوله العامه يوسف ياسر بن نور اسفيه جديده للحديث تطبيقا للوصيه او التوصيات اللي خرج بها الملتقى الاول الذي كان باسفي، حيث كان الملتقى الاول يتحدث عن تراث دكاله او دكاله عبده ورد واشعاع. الان سنتحدث عن نخصص الموضوع حول جهود المجالس العلميه بالجهات في خدمه كتاب الله تعالى عز وجل. ستكون في اللقاء لقاء محاضرتان اثنتان، الاولى حول عرض نقدم فيها عرضا عن الجهود العلميه والجهود التي قامت بها المجالس العلميه، سواء من تجاه الشباب، تجاه الكتاتيب، تجاه الائمه، تجاه المراه، تجاه الاسره، حول كتاتيب قرانيه، خدمه لكتاب الله عز وجل. نعرض المنجز والمقصود، ثم نعرض المشاكل والتوصيات. في اللقاء الثاني تكون محاضره لاحد العلماء من الجهه يتحدث فيها عن البر والاحسان واثره في خدمه كتاب الله عز وجه. واستقطبنا لهذا مجموعه من جمعيات المجتمع المدني، وايضا مجموعه من المهتمين او ائمه الكتاتيب القرانيه، وايضا مجموعه من المحسنين، لان هذا امر يهمهم كثيرا. وان شاء الله نرجو ان نخرج بثمرات من هذا اللقاء، ليكون اللقاء الثالث ان شاء الله تعالى معزا باعمال تفرح بها الجهه وتسر الجهه ان شاء الله تعالى.